السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايلكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل مع بعض بقى ايه الغدا على طول. معايا 3 قرون من الفلفل الحراق، معايا طماطم، معايا بصل، تمام، ومعايا الطحينه. هنعملهم الاول. هنعمل طبق سلطه كده بسيط كده بالطماطم بالفلفل بالبصل بس، تمام. ونحط عليه بردك ايه فص من الثوم وكمون وملح وشويه خل كده، بيبقى حلو قوي طبق السلطه دوت جنب الاكل. ونشوف هناكل ايه النهارده. حطيت بقى طماطم وفلفل وبصل، تمام. هي السلطه دي كده، وهنحط لها بردك توم بتبقى جميله قوي، وتحطي كزبره وكمون وملح وشويه خل صغيرين بتبقى جميله، او نص ليمونه. ومعايا الطحينه هعملها هنا في الفخار دوت. ومعايا التوم عملته في الهون، تمام. هاخد معلقتين من الطحينه. خلاص كده هنشيل ديت. احط لها شويه ميه دافيه او ميه من الحنفيه عادي. نزوده شويه ميه كمان، تمام، عشان هي تقيله. ورجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي بنمسح بالمنديل كده، تمام. هنحط لها بقى ايه توم، وهنحط لها بابريكا وشويه ملح وايه. خلاص كده نحط بقى ايه شويه ملح وكمون. حطيت ملح وكمون وبابريكا. هنحط لها شويه خل. عايزه تحطي زبادي زي ما انت عايزه. خلاص كده. ومعايا بقى ايه شويه شطه على الوش كده. دي شطه على الوش كده بتدي طعم حلو قوي للطحينه بتاعتنا. طبق سلطه الطحينه خلص، والطبق التاني خلص. وطبعا لسه هنحط بردك الثوم، بس احنا حطينا، عفوا ما صورتش معاكم. حطيت الثوم في الطحينه بس ايه الكاميرا ما صورتش للاسف. هنا بقيه الثوم حطيتها على السلطه. هتبلها بقى لما اجي اطلعها من التلاجة قرب الغدا. هنشوف بقى هنعمل اكل ايه. بقى ايه شويه صابون، شويه مواعين عندي، تمام. من بقيه ايه الفطار والايه اللهم صل على النبي، الحاجات اللي انا عملتها بطحينه والحاجات دي. وهنحط طماطم على النار وهنعمل مع بعض الوجبه بتاعتنا. اتمنى كده الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو دعموني كده باللايك والاشتراك. خلاص اشطف بقى المواعين بتاعتي، غسلتها بالصابون. اتمنى كده دعمك كده باللايك يا احلى اخوات الدنيا. خلاص كده نعمل ايه بقى؟ هنحط عشان نشتغل على النظافه.
خلاص غسلت المواعين تمام. هنشوف بقى هنعمل اكل ايه على طول بسرعه. الطماطم خلاص اهي، ضربت كام طماطميه كده بشويه ميه صغننين خالص، هي بتنزل ميتها اصلا الطماطم، وهنضربها بالهاند بلندر عشان نعمل شويه المكرونه ان شاء الله مع بعض تمام. طبعا مواعيننا خلصت. ناخد حته من الجبنه مع السميطه للفطار، وكوبايه النسكافيه مع معلقه سكر واحده. رجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي هضرب بقى الطماطم بعد ما بردت بالهاند بلندر. رجعت لحضراتكم تاني، ضربت الطماطم خلاص، ومعايا الحله دي هعمل فيها المكرونه هسلقها. هحط لها شويه ملح لما تغلي. معايا مكرونه بقى ايه الملكه الملوكي دي حلوه. هعمل مكرونه اقلام تمام، وهنجهز بقى التوابل بتاعه المكرونه والمرقه بقى ايه. صلصه، معلقتين صلصه حلوين صغيرين كده. معايا مرقه دجاج، بابريكا، شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه سكر عشان يعادل طعم الايه الطماطم بتاعتنا تمام. ونحط بقى شويه زيت كده عشان نقلي البفتيك. انا تبلت البفتيك بتاعي ببصل وفلفل اسود وملح بس. عايزه تحطش مسترد زي ما انت زي ما انت عايزه، بس ايه المستردة ما عنديش مستردة للاسف، خلصت تمام. هسيبها تقدح وهنرجع لحضراتكم. شرايح من البفتيك تبلتها من امبارح بقى، عفوا ما صورتش معاكم الجزء دوت. تبلتها ببصل وفلفل اسود وملح، ولو عايزه مسترد عليها حطي، انا مش متوفر عندي. ومعايا البقسماط ومعايا بضايه احط لها فلفل اسود وملح. احط من البفتيك للبضايه الفلفل للبقسماط. حضراتكم تاني حطيت فلفل اسود وملح. جو حر موت والله، ربنا يرحمنا برحمته. عفوا. ونحط بقى شرايح البفتيك في البيض كده تمام. نحطها كده، وهنحط ايه السجق، يعني عفوا نحط البقسماط. الواحد في الحر مش ايه مش مركز خالص، فاقد الطاقة والله بتاعته. الحمد لله. كمل الكمية كلها ورجعت لحضراتكم تاني. عملت بقى الايه، اللهم صل على النبي، البفتيك بتاعي تمام. حطيت شوية بقسماط من الريتش باك ده، لان البقسماط ده ما كانش مقضي، فهحطه في العلبة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتشيليه في التلاجة بيبقى حلو قوي. البقسماط كده في العلبة ونشيله. بقى البفتيك بتاعنا كده نحطه في التلاجة شوية لغاية قرب الزيت ما يقدح.
نقليه على طول. لحضراتكم تاني الميه بتاعتي غليت، اللي هي الملح. طبعا احنا مش هنحط فيها صلصه ابتدى عفوا زيت، عشان المكرونه تاخد من الايه، من الصوص، صوص الطماطم يعني. تمام. سيبها تستوي، وهناخد برضك منها كوبايه عشان هنعمل بيها الصلصه بتاعت الطماطم الجميله بتاعتنا النهارده. فيها على طول نحط بقى شويه دقيق هنا الباقيين في دوت، تبلي بيهم حاجه اللهم صل على النبي، في ايه، تغسلي بيهم الفراخ، تعملي بيهم اي حاجه، علبه التخزين دي. تمام. وكمان ايه، البيت ما يكون فيه دقيق بيبقى مستور الحمد لله. ومعانا بصلتين عشان نعمل الصلصه الطماطم. تمام. هنقطعهم اهوت. هناخد بقى ايه، شويه سلق المكرونه، تصفيها خالص. تمام. خلاص كده بتاعتي خلاص اتسلقت. وايه، هنشيل بقى الحاجات اللي هي كده من الحوض، الحاجات اللي كانت ايه مش حلوه. طبعا الحله دي كانت معمول فيها ايه، سلق المكرونه عادي زي الفل تشتغل. المكرونه بتاعتي خلاص، حطينا شويه زيت، هننزل بالبصلايه وميه سلق المكرونه، خدت كوبايه منها صغيره، والتوابل، ومعايا الصلصه والبصلايه. عايزه تحطي توم عليها زي ما انت عايزه. حطيت البصلايه شويه زيت اهي، مجرد هتدبل مش هصفرها، هتدبل هنزل عليها بالتوابل بتاعتي ومعلقه الصلصه، والصلصه الطبيعيه بتاعتنا هنصفيها كويس جدا من الايه، القشر بتاعها بالمصفى. وهننزل بالمكرونه بعد ما تتسبك. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي. نحط التوابل ونقلبها كويس. البصلايه بتدي ريحه جميله جدا، والبابريكا معاها جميله، لو بابريكا مدخنه كمان هتبقى احلى. وهنحط بقى ايه، الصلصه بتاعتنا. صفي المكرونه عشان غلط على الكلمه، صفي عفوا الصلصه عشان غلط على الكلمه. زي امي الله يرحمها كانت بتعمل كده، الله يرحمها، الله يرحم امي وابويا، ده لهم كده بالرحمه. ربنا يغفر لهم ويسامحهم ويرحم امواتنا جميعا. ديت شويه صلصه بقى كده، في شويتين مكرونه كده بقى ايه، هشيلهم في المكرونه دي. طبعا ميه سلق المكرونه بتفرق جدا في طعم الصلصه بتاعتنا. هنحط شويه شطه كمان. طبعا انا يا جماعه بقى ايه، معايا شويه شطه، احط شويه شطه كده بتدي طعم جميل قوي. طبعا احنا هننضف البوتاجاز. المكرونه خلاص هنحطها تتسبك. بس اول تعرفي امتى ان الصلصه اتسبكت، لما تلاقي ايه، الزيت على الوش كده
وبقت اقل من كده بشويه كمان. تمام. بس كده ايه ننضف كده حوالينا مكان كده سطحي كده لغايه ما ننضفه تاني مع بعض. نجيب السدرس وننضفه مع بعض. عفوا يا جماعه بقى ايه الصلصه خلاص اتعملت اهي، والمكرونه والموبايل هيفصل مني شحن. تمام. هشحنه وارجع لكم وهنقلي البفتيك على طول. البفتيك بقى ليه لسه الموبايل هيشحن، والمكرونه بتاعتي الجميله اهيت. بقى ايه توم وكمون وملح. عندك كزبره حطي، انا الكزبره بتاعتي خلصت فعايزه اجيب لسه كزبره. حط شويه خل تدي طعم حلو قوي. نحط بردك ايه ليمونه كده برده. تمام. تبقى سلطه طعمها حلو قوي. اساسها ايه البصل والفلفل بس على الطماطم، تبقى مشطشطه وطعمها حلو قوي. الليمونه نعصر الليمونه كده على الايه على السلطه بتاعتنا الجميله. والبفتيك طبعا بيتقلي على النار. البفتيك بتاعنا الجميل اهو، المكرونه ومعانا عيش، عارفين عيش شامي كده، طحينه، والسلطه اللي عملتها. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى كده يعجبكم. ولأول مرة تشوف القناة بتاعتي تضغط على كلمة اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلها اي جديد انا بنزله في قناتي. وهرجع لكم بقى بفيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.